الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير كده يا رب. النهارده يا حبايبي هنعمله بقى ايه؟ التسبيكه. نخزنوها اليومين دول، الطماطم رخصت شويه، بقت ب10 جنيه. هنعمله بقى التسبيكه اللي تنفع لكل حاجه وتخزنيها بأسرارها بقى، بكل حاجتها. ده هتنفعك محشي، مكرونة، للطبيخ تطبخي بيها، وشيلها عندك في الفريزر ايام ما انتش فاضيه فيها ولا حاجه. صلوا على النبي يا حبايبي وحطوا اللايك، واللي مش مشترك يشترك، وتابعوني لاخر الفيديو ونشوفوا بقى هنعمله ايه. هنعمله التسبيكه دي ازاي. شايفين يا حبايبي؟ شايفين دي متسبكه اهي، لسه ما حطيتلهاش التوابل بتاعتها، مخليها لما اعملها قدامكم ونعبوها مع بعض في البرطمان. هنحتاجوا ايه؟ طماطم اهي هنقطعها سوا، وبصلتين كبار اهو، يعني دولت كيلو ونص طماطم عليهم بصلتين كبار زي دول. هتعملي 2 كيلو، هتعملي 3 كيلو، كتري البصل. ماشي يا حبايبي؟ الاول هنقطعه، نحط شويه زيت على النار، نحطهم يسخنوا اهو، شويه زيت حلوين كده، عشان لما ايه تبك الزيت بتاعها وتبك الايدام بتاعها، وتبقى ايه، ويبقى الزيت بتاعها كتير في التسبيك. خلاص يا حبايبي؟ البصلتين دول بقى هنعمله ايه؟ هتقطعي كده 4 كده كده اهو. ليه بقى؟ عشان خرطاها خرط صغيرة، عشان احنا هنضربوها في الكبة او في الخلاط بعد ما نعملوها يا حبايبي. خلاص يا حبايبي؟ بعد ما تستوي في الطماطم مع الطماطم مع بعضيها، هنضربوها في الكبة او في الخلاط. بس انا هوريكم الطريقة بتاعتها هتعملوها ازاي. وانتوا انا حاطه الزيت اهو يسخن. مش عارفه انتوا شايفين اهو، شايفين الحله اللي هنسبكوا فيها؟ شايفينها كده اهو. صوركم بس الحله اهو. هتحط بقى، بصي، 4 كده، اربع كده، هتحطيه زي ما هو كده لحد ما يحمر وياخد لون، بس كده كأنك ايه هتسبكي الطماطم، كأنك هتسبكيها. بس كده ياخد لون. حط البصل ياخد لون بس. الطماطم بقى اهي هنحتاجوا لها حته بنجر، قرن فلفل احمر. والطماطم بقى ايه هتقطعيها 4 برضه. بس انا هوريكي بقى لما تيجي تعملي الطماطم تسبكيها وتشيليها، ما تجيبيش الطماطم الكبيره، تجيبي الطماطم الصغيره اللي زي دي. ليه؟ عشان دي بتبقى حمرا من جوه. اما الطماطم الكبيره اللي هي اكبر من دي ساعات بتجيبيها وتلاقيها خضرة من جوه. ماشي يا حبايبي؟ لا، انت تجيبي الطماطم الصغيره وتعمليها، ما تجيبيش الكبيره. اما تيجي تقطعي دي هتلاقي فيها حته خضرة كده من الطماطم من جوه، دي تشيليها، الخضرة دي تشيليها عند القمع ده. هتشيلي القمع من هنا وتشيلي الحته الخضرة دي. ده سر من اسرار التسبيكه والصلصه، عشان دي متخليش الصلصه حمرا، دي بتخليها فاتحه، لكن انت لما تشيليها هتخلي الطماطم حمرا. خلاص يا حبايبي؟ اهو. جيب الطماطم الصغيره قلبها بيبقى احمر كده، الطماطم الصغيره دي قلبها بيبقى احمر، اما الطماطم الكبيره قلبها بيبقى اخضر. هتشيلي الحته دي اللي هي اللي من جوه دي. ماشي يا حبايبي؟ اديني بوريكم ايه
سر من اسرار التسبيكه والطماطم اهي. لما تيجي تسبكيها هتشيلي الحته الخضراء اللي جوه دي مع القمع كده اهي، القمع بتاعها بالحته الخضراء اللي جوه اهي. الطماطم لما تبقى صغيره بتبقى على اصولها، بتبقى حمرا من جوه، لكن الطماطم الكبيره بتبقى ايه، ساعات يعني بتلاقيها خضرا من جوه، لكن الصغيره بتبقى حمرا. شايفه اهي. دايما تشيلي وانت بتشيلي القمع بتاعها من فوق كده، تشيلي الحته الخضراء اللي جوه دي اي حاجه اهي، تشيلي الحته الخضراء دي. هتعمليها بقى كده لما تلاقي الطماطم اصفرت، خدت لون بس كده، خدت لون كأنك انت بتعملي التسبيكة بتاعت مكرونة، تعملي تسبيكة بقى للطبيخ للمحشي. خلي البصلة تاخد لون بس كده اهو يا حبايبي، تاخد بس لون، هتاخد بس لون كده، خد بس لون كده اهو. ماشي يا حبايبي. والطماطم منين ما تقدري تجيبها الصغننه دي الحلوه دي، بتبقى حمرا على طبيعتها وتبقى قلبها احمر اهو. شايفه قلبها احمر ازاي؟ تشيلي الحته اللي من فوق دي، اللي هي الحته الصفراء اللي من فوق دي اهي، تشيلي الحته الصفراء اللي من فوق دي اللي بتخليش الصلصه حمرا. لكن ده لما تشيليهم القمع مع الحته الصفراء اللي من جوه، هتبقى الطماطم ايه معاك حمرا وتبقى حلوه اهو يا حبايبي. هتقطعي الطماطم كده والبصله خلاص اصفرت اهي، تحطيها بقى مع ايه، مع بعض. خلاص يا حبايبي، عرفتوا بقى تعملوا ازاي. عندك بقى قرن فلفل احمر 2 اهم، شايفين اهو، تخرطوهم معاها برضه، حطوهم معاها. قرنين فلفل احمر، ما تحطوش حامي يا حبايبي، حطوا اللي هو الفلفل الرومي اهو احمر. حته بنجرايه كده تقشريها، حته قد ايه، حته قد كده اهي، على قد كيلو ونص. تعملي 3 كيلو طماطم، هتعملي 4 كيلو طماطم، تحطي واحده بحل. لكن دول كيلو ونص طماطم دول عليهم بنجريه زي دي اهي، تقطعيها كده وتحطيها كده. وحطينا هنا البصل، حمرناه شويه، حطينا الفلفل الاحمر الرومي، وحطينا البنجر، وتقلبيهم بقى كده مع بعضيهم، وتسيبوهم مع بعض لما تبص تلاقيها تبك الميه بتاعتها وتشرب، وتخلي فيها كده شويه ميه، وتحس ان البصله استوت والبنجر استوى، كأنك ايه طافيه عليه. خلاص يا حبايبي، وريتكم الطريقه اهي اللي انتوا هتعملوها اهي. الصلصه بقى اهي، بعد هي ما استوت البصله والبنجر والطماطم بقت مستويه خالص، طفيت عليها وضربتها في الخلاط. شايفين يا حبايبي اهي، ضربتها في الخلاط، تضربها في الكبه هتبقى كده، ما تصفهاش. ماشي يا حبايبي، ببصلها بحاجتها كده تضربها في الخلاط كده اهو اهي. تعملي منها مكرونه، تعملي منها محشي، لما تكوني مثلا تعبانه مش قادره تعملي حاجه هتلاقيها جاهزه عندك. رحت الشغل وجايه من الشغل مستعجله، هتطلعي كيس، تعملي مكرونه، تعملي محشي، تعملي بزله، تعملي فاصوليا، تعملي باميه، تعمليها اكياس او تعباها في البرطمانات وتحطها في الفريزر، هتنفعك في كل الزنقه اللي انت فيها. هتلاقي عندك الطماطم متسبكه جاهزه كده. وتكتري الزيت، بصي الزيت اهو، الزيت كده يبقى الزيت كده. خلاص يا حبايبي، صلوا على النبي يا حبايبي، وحطوا اللايك
واللي مش مشترك يشترك، ولايكاتكم والله بتسعدني كلها، وانا بحبكم يا حبايبي. اللي عايز حاجة يقول، يكلمني في التعليقات، يقول لي مثلا عايز حاجة مش عاجباكم يا حبايبي قولوا لي. وانا بحبكم كلكم المشتركين والمشاهدات بتوعي. عندك بقى عايزة تعبي في اكياس، عبي في اكياس، تعبي في البرطمان، عبي في البرطمان اهو. بس لما قبل ما تعبيها في البرطمان، تاخدي البرطمان بعد ما غسلتيه ونشفيه من ميه خالص، وحطيه على البوتاجاز كده، على النار كده، في كده على النار البوتاجاز كده شويه صغيره كده، 3 دقايق 4 دقايق بس، ده يعني ايه تعقميه يعني. وتعبيها في برطمانات. مش عايزه برطمان ممكن تعبيها في اكياس، وتخلي كل كيس على قد ايه، على قد الطبق. ماشي يا حبايبي، كل كيس على قد الطبق. ودي بتتحط في الفريزر وبناخده منها، ما بيجريلهاش حاجة ولا بتتجمد ولا حاجة. انا بس ايه قبل ما اعبيها عشان انا نسيت احط الحاجة اللي فيها اللي احنا هنحطها الاول. ماشي يا حبايبي. هتحطي ايه؟ هتحطي، انا ما حبشتهاش، انا كنت هعبيها من قبل ما احبشها، بس انا هحبشها قدامكم عشان تشوفوها. هتحطي معلقه ملح اهي، معلقه ملح كده. انا ما رضيتش اعمل لها البهارات بتاعتها قبل ما تشوفوها. معلقه ملح ومعلقه سكر اهو يا حبايبي، معلقه ملح ومعلقه سكر لازم عشان المزازه اللي بتبقى في الصلصه. معلقه بابريكا، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسمر. هي دي البهارات اللي تحطيها معاها. ما تحطيش ولا بصل بودر ولا توم بودر ولا زعتر ولا اي حاجه. شوفي انت هتعملي ايه وخدي منها وحطي براحتك. يعني مثلا هتعملي بيتزا وعايزه تحطي زعتر، خدي على قد البيتزا واعملي ايه وحطي زعتر. خدي على قد الاكل اللي عايزه تزودي بالثوم بودره بصل بودره مش فيها. لما تيجي تاخدي على قد الاكل تبقي تعملي. خلاص يا حبايبي، عرفتوا البهارات اللي هتحطها معاها. بس اهي انا بهرتها اهي قدامكم عشان تشوفوا البهارات اللي انتوا هتحطوها. بس ملح، معلقه ملح، معلقه سكر، معلقه فلفل اسمر، معلقه بابريكا، بس. اكتر من كده ما تحطوش معاها. خلاص يا حبايبي. عايزه بقى برطمان تحط في اكياس اللي يريح. عايزه تحطي في البرطمان حطي، عايزه تحطي في الكيس في اكياس حطي. وبرطمان ازاز، برطمان بلاستيك ما تشغليش دماغك وما تشغليش نفسك. حطي برطمان بلاستيك يمشي، وبرطمان ازاز يمشي. ماشي يا حبايبي. ما عندكيش برطمانات حطي في اكياس، وكل كيس على قد الطبق. وانا قلت لكم على الاسرار بتاعه الطماطم اهو، وبتاعه التسبيكه اللي هتنفعك في الطبيخ. هتيجي تطبخي اي حاجه، مكرونه، تطبخي مكرونه، تطبخي فاصوليا، تطبخي بزله، الطبيخ اللي انت هتطبخيه ماشيه شغال، تاخدي منها على قدها. محشي اهي يا حبايبي، دي بتاعت المحشي، بتاعت المكرونه، بتاعت الطبيخ كله 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 اللي انت هتطبخي بيه. جاي من الشغل تعبانه هتلاقيها جاهزه. ممكن تعملي بقى انت بقى 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو، اعملي عشان يبقى عندك كتير، وما تحتاجيش لا تضربي في الخلاط، ولا لسه هحمر بصله، ولا لسه هسبك طماطم. لا، كله هيبقى جاهز عندك كده اهو يا حبايبي. ادي يا ست التسبيكه بتاعت المحشي وبتاعت المكرونه، عملناها مع بعضينا اهي.
عرفتوا هتحطوا ايه في التسبيكة. معلقة ملح، معلقة سكر، معلقة فلفل اسمر، معلقة بابريكا. ولا تحطيش ولا توم بودرة ولا بصل بودرة الا عند الاستعمال. عند الاستعمال خدي وحطي براحتك. عايز تعملي بيتزا، تعملي اي حاجة، خدي وحطي براحتك. خلاص يا حبايبي، عرفتوا بقى التسبيكة بتاعت المحشي والطبيخ بتتعمل ازاي. قلت لايك يا حبايبي، والمشترك يشترك، وتابعوني يا حبايبي. واي حاجة عايزين تسألونا عليها قولولي في التعليقات. تفضلي تقلبي فيها كده لحد ما تطلع المية بتاعتها خالص، وتحس ان البنجر استوى والبصل استوى وهي استوت، انك ايه تطفيها. اما تطفيها هتضربها في الكبة، تضربها في الخلاط، وما تصفيهاش في المصفى ولا تصفيها ولا اي حاجة. هتسيبها زي ما هي كده، كأنك سايباها تبرد. عباها في اكياس، عباها في برطمانات، واستعمليها محشي، استعمليها مكرونة، بزلة، بامية، بطاطس، كله كله كله. تعبانة مش قادرة تعملي، لسه اضرب الطماطم واعمل، جاية من الشغل تعبانة، تنفع في كل حاجة. وتشيلي القمع بتاع الطماطم والحتة البيضة اللي في الطماطماية، عشان دي اللي هي اللي ما بتخليش الطماطم حمرا. تشيليها تخلي لك الطماطم حمرا. قرن فلفل احمر، حتة بنجرة، البصلة تحمرها الاول وتضربوهم في الخلاط بعد ما تخلصي. خلاص يا حبايبي، تابعوني يا حبايبي. واللي مش مشترك يشترك، حطوا اللايك، والله لايكاتكم بتسعدني وانا بحبكم كلكم. واي حد عايز يسأل على حاجة يقول لي يا حبايبي. وتابعوني، وكل سنة وانتم طيبين. الشتاء داخل والمحشي كتير، هتعملوا محشي كتير ومش تقدروا تنزلوا تشتروا حاجة، تعملوا حاجة، تبقى كل حاجة تحت ايديكم. الطماطم رخصت الايام دي وبقت ب10 جنيه، هاتوا واعملوا. خلاص يا حبايبي، يلا يا حبايبي، باي.